السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. معكم اخوكم محمد من قناة مفرانكلين رياكشن. النهاردة يا شباب معانا مقطع رهيب، مقطع ان شاء الله هيكون مميز، لان مقطعنا النهاردة عن متحف ومعرض السيرة النبوية والاحاديث النبوية في الرباط، عاصمة المملكة المغربية. وخليكم عارفين وقبل ما نشوف المقطع مع بعض ان المعرض ده يا شباب أول مرة يتعمل خارج المملكة العربية السعودية، فشيء مميز جدا. فاعملنا اللايك واشترك معانا في القناة وانت جديد، ويلا خلونا نبدأ. زي ما انتم شايفين كده يا شباب البداية، وهذا هو المتحف أو المعرض من الخارج، معرض ومتحف السيرة النبوية الدولي في العاصمة المغربية الرباط. هنا يا شباب اللي انتم شايفينه ده حاليا في هذا المنظر ده يا شباب المنبر بتاع النبي زي ما انتم شايفين، شيء طبعا جميل جدا. هنا طبعا بعض مخطوطات طبعا والتحف، وهنا طبعا الملك محمد السادس، وهنا جنب منه الأمير الحسن زي ما انتم شايفين اهو. ودي الشجرة يا شباب، دي شجرة العائلة بتاعة الملك محمد السادس. هنا بيجي لك هنا طبعا بعده هنا الحسن الثاني، وهنا محمد الخامس والحسن الأول ومحمد الرابع، وفي طبعا الشجرة بتاعت العائلة. الله أكبر، شيء جميل. ده طبعا هنا يا شباب بعض المستلزمات اللي كانت موجودة وقت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنا زي ما انتم شايفين المعدات، الحاجات دي كلها ما شاء الله. مجسم تقريبي لمكة المكرمة في عهد النبي. يا سلام يا سلام، ما شاء الله يا أخي، والله رهيب. إيه هنا شايفين ده شباب، كله ده طبعا في الواقع الافتراضي، ولكن بص المنظر، انت تحس انك عايش جوه مكة القديمة. يا الله على المنظر. شايفين كمان يا شباب اللون بتاع المعرض، اختيار موفق للون الأسود مع اللون الذهبي والأبيض برضو فمنظر رهيب. الله أكبر. شايفين المخطوطات المغربية والحاجات الإسلامية الجميلة، رهيب. هنا على الجانب برضو خدوا في بالكم يا شباب برضو، مثلا في سياح بيروحوا المملكة المغربية، فبيروحوا طبعا أول حاجة بيزوروها هي العاصمة الرباط. فتخيل معايا يا صديقي إن واحد سائح أجنبي يكون عنده فضول إنه يكتشف الإسلام ويكتشف الدين الإسلامي بسبب إنه هو دخل معرض للفن الإسلامي زي ما انتم شايفين كده، والأحاديث النبوية في الرباط. فوصل لك الفكرة أكيد وصلت لك الفكرة يا صديقي. منظر رهيب. شوفوا هنا، شايفين المنحوتات اللي هم برضو بيعملوها، منظرها رهيب. أرحب بكم في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، والتي تشرف وتحظى باحتضان هذا المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي شرف بالرعاية الكريمة والسامية من جلالة الملك محمد السادس، وحظي أيضا بشرف افتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. المعرض فريد من نوعه، هو مجموعة معارض في معرض واحد. ملاحظين انتوا يا شباب، بيقول لك ان ده مجموعة معارض في معرض واحد. احنا كمان انا شفت كمان كذا برضو منظر، شفنا حاجات مخطوطات، وشفنا كمان حاجات من آيات قرآنية، وشفنا حاجات مجسمات كده، وحاجات طبعا من أيام النبي، وحاجات افتراضية فعلا. المعرض عندما أقول فريد من نوعه لأنه يحمل قيما وسلوكا إنسانيا بديعا، فهو ليس كالمتاحف التي تحوي المقتنيات ولا قيم فيها. المعرض عندما
تجوب في أروقته. بصوا هنا يا شباب، ده مجسم للكعبة المشرفة في زمن النبي. شايفين طبعا انتم المنظر، وشايفين يعني جمال، والله جمال، يعني انه يخلونا كده نحاكي الزمن. يعني ده محاكاة للزمن زي ما انتم شايفين هنا. المنظر منظر جميل. والجميل برضو ان انت يعني تستغل او تستعمل الذكاء الاصطناعي في حاجات من هذا القبيل، انك تعرض حاجات كده، تستغل الواقع الافتراضي، تستغل الذكاء الاصطناعي في الحاجات الإسلامية الجميلة دي. احنا المفروض نستغل فعلا الذكاء الاصطناعي والحاجات دي في عرض يعني الإسلام، وفي عرض الحاجات الرائعة اللي احنا بنشوفها دي كلها. تشعر بأنك مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنك تراه وكأنك تعيش معه ومع أصحابه. هناك متحف للسيرة النبوية استخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي بكل المعزز، بكل الحداثة فيه من تكنولوجيا وغيرها. لاحظين هنا شباب الأرضية وكأنها يعني بتمشي بيهم للكعبة المشرفة، وكأنهم يعني بيطوفوا حوالين الكعبة المشرفة. هنا الأرضية إنها بتتحرك، دي كلها حاجات واقع افتراضي وذكاء اصطناعي. هو عبارة عن موسوعات جمعت كلها في هذا، ليس موسوعة واحدة وإنما عدد كبير من الموسوعات. عندما أتكلم عن أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمعت جميع الأسماء المصطفى التي ذكرت في القرآن الكريم وأيضا التي ذكرت في السنة النبوية. هناك أكثر من 450 اسم. عندما نتحدث عن شمائل وفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة أكثر من 1300 فضيلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلها موثقة علميا ومسندة بأحاديث شريفة. المعرض جميعه إما بآيات قرآنية أو بأحاديث نبوية. وهناك المقتنيات التي كانت تستخدم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي بص هنا شباب، دي كلها مقتنيات زي ما قلنا، برضو مستلزمات في وقت هذا، يعني في هذا الزمن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا موجودة. شوفوا جميعها سواء كانت من أفيك من غيره. الدرع الذي لبسه صلى الله عليه وسلم في أحد أيضا شبيه له موجود. ده شباب شبيه للدرع اللي يعني كان لبسه النبي محمد في غزوة أحد زي ما انتم شايفين كده. ثم نخرج من هذا، حولت قاعة تضامن إلى قاعة سينما لتعرض أفلام عن السيرة النبوية وعن الحضارة الإسلامية. وهذا المعرض أيضا يجسد الحضارة الإسلامية منذ بدايتها في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شباب، حرفيا شيء متكامل. يعني كمان عاملين قاعة كاملة بتعرض الأفلام والحاجات والمعلومات عن السيرة النبوية، وأفلام في زمن النبي طبعا وحاجات من دي. ففعلا شيء متكامل يعني. إلى عهدنا الحاضر هناك أيضا منبر المصطفى، ولأول مرة يعرض هذا المنبر الخطب الله أكبر المنبر إن شاء الله. هناك الحجرة النبوية تدخلها وكأنك تعيش داخل هذه الحجرة النبوية، ولأول مرة تعرض. هذا المعرض يخرج لأول مرة من المدينة المنورة إلى هذه الأرض الطيبة الطاهرة، وقد نستغرب ذلك. المغاربة بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعلقهم بالجناب النبوي. هذه إشارة أيضا للمغاربة بأنه لم يخرج هذا المعرض، وكانت أول وفادته إذن هي في هذه الأرض الطيبة، تزامنا مع الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. هناك أيضا معرض آخر تقوم به، طبعا هذا المعرض تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي. هناك معرض آخر وجناح آخر تحت مسمى صلة المغاربة بالجناب النبوي، تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء، وهو معرض أيضا يعني جميل وبديع بكل محتوياته. الآن أنا أمام مجسم جوهرة الإسلام. هذا المجسم عندما ترى هي عبارة عن كتابة لحديث نبوي: إن الدين يسر. هنا رهيب. إن الدين يسر ترمز أيضا إلى الإسلام وتسامحه، وعشنا يوم التسامح قبل أمس. إذن هذا الدين السماوي الحضاري الذي يتحدث عن السماحة، عن السلام وعن السماحة وعن التسامح وعن غيره. جماليات الخط العربي في أروقة في هذا البهو الجميل كلها أحاديث نبوية. أضف إلى ذلك الأنبياء من
سيدنا نوح وآدم وسليمان إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أفلام جميلة جدا تحكي عن مسيرة الأنبياء. نأمل أن تكون هذه المنظمة قدمت شيئا بسيطا، لأن المغفور له الملك الحسن الثاني قال كلمة واحدة: إن هذه المنظمة هي ضمير العالم الإسلامي. نحن نريد ونأمل أن نكون قد قدمنا ولو جزء مما قاله المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني، بأن نكون فعلا ضمير العالم الإسلامي. ولعلنا إن شاء الله نكون نوفق، ولعلنا وفقنا في هذا المعرض واستقطابه إلى هذه الأرض. زي ما انتم شفتوا كده يا شباب، ما شاء الله، ده يا شباب مزيج كامل متكامل من الفن الإسلامي والأحاديث النبوية والآيات القرآنية وحاجات كتير احنا شفناها في المقطع، ما شاء الله يعني. فيا شباب اديتكم مثال ان مثلا لو انسان حابب ان هو يتعرف على الإسلام اكتر، يعرف الإسلام ودخل المعرض ده، فده برضو شيء، فاهم انت، بيعرف الناس الإسلام ازاي برضو في نفس الوقت، يعني كمان يزود معلوماتك انت كمسلم، وكمان يخلي اللي ما يعرفش يعرف. فبطبيعة الحال ده من الأشياء الجميلة جدا الذي يحدث خارج المملكة العربية السعودية لأول مرة في المملكة المغربية. وبس كده، دي كانت نهاية المقطع. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناة لو انت جديد، ويلا في أمان الله وحفظه.